لايكات لايكات لايكات، عاملين ايه يا قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل مع بعض شويه عدس. جبت العدس وحطيته كده في الحله، وكمان رميت عليه الطماطم والثوم والبصل زي ما انتوا شايفين كده. وهبدا دلوقتي اعمل ايه؟ هعايره بكوبايتين ميه وهسيبه على النار مع نفسه كده. بس هنزل بس العدس اللي في الجناب ده الاول، بس كده وما يخش في سوا هوطي عليه. هنا خلاص كان العدس بتاعي استوى. جبت الخلاط، رحت راميه فيه العدس كله، وابتدأت شغلت الخلاط اهو بنعمه جامد قوي. العدس بتاعك عشان يبقى حلو نعميه. جبت هنا عندي الحله اللي كنت عامله فيها العدس، سلقته، رحت نازله بشويه زيت. بعد كده دقيت فص توم بقرن فلفل بعصرة ليمونة. حطوا ليمونة على العدس وهتدعولي بس ما تكتروش. تمام. اول ما اتحمرت عندي كده التومة رحت نازلة بيها العدس. يا سلام على ريحته، يا سلام على جماله. وهنا بشطه في الخلاط وبحط شوية مية صغيرين قوي عشان اخففه عشان ما يبقاش تقيل. كمان بزود كمون وبزود ملح على العدس بتاعي. تمام. بصوا شايفين؟ مش قادرة اقول لكم شوية العدس دول اتنسفوا ازاي من جمالهم وطعمهم. حطي ليمون على العدس وفعلا هتدعيلي، او سنة خل. وهنا بقى جبت العيش، حطيته كده في الفرن. لما اروح اشتري عيش من بره عملت انا عيش ايه في الفرن يعني. بس كده واشغل عليه البوتاجاز واسيبه ايه يتحمر مع نفسه. هنا بقول لكم بصوا الطماطم صغننه وجميله ازاي. هنا بقى كنت خلاص كمان عملت الطماطم، خللتها كلوا شويه طماطم مخللين جنب العدس. مش قادره اقول لكم الاكله دي هتفرق معاكم ازاي. واجي العدس اهو، وطبعا البصل الاخضر اللي استغنى عنه، وكمان العيش. وما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا عندي في القناه.